انسجاما مع روح الفنون والتراث العربي الأصيل وتماشيا مع مهرجان أبو ظبي، استضافت الإمارة ندوة عن التراث الخليجي والتراث والثقافة العربية. تتحدث عن علاقة التقنية بالفن والعكس. فالحمد لله أن من الجمهور ومن الناس اللي كانوا موجودين يعني على القاعة، في طلعت أفكار كثيرة انزين اللي تراوي كيف ان نحن ان شاء الله بنوصل الى مرحلة اللي كل العلوم، سواء التكنولوجيا او الفنون التشكيلية او الهندسة او الطب او اي شيء، في يوم من الايام يعني بتتحول الى مجال واحد. الندوة حضرها الفنان التشكيلي العربي الكبير جلال لقمان ولفيف من الفنانين والمثقفين من الوطن العربي وأوروبا وأمريكا. ناقشت آليات عمل الفنانين من مختلف الاتجاهات والمدارس الفنية واستخدامهم للتقنية الحديثة في سبيل توسيع آفاق تجربتهم الفنية والإبداعية. طبعا هو الفنان جلال لقمان هو يعتبر من الأوائل اللي بدأوا جمع الفن في الإمارات بالتكنولوجيا. طبعا هو مع التطور اللي حاصل في الإمارات وخاصة عن بالفن، من وجهة نظري أصبح أن الواحد لازم يتابع المسيرة الفنية والمتطورة اللي قاعدة تحصل في الإمارات. التراث بين المادي والمعنوي وبين طرق توارثه وتداوله كان أحد المحاور التي ركزت عليها الندوة. تبقى هذه الجلسات والندوات رافدا وداعما أساسيا للثقافة والتراث الخليجي والعربي. لثقافي السعودية عبد اللطيف بخوش، أبو ظبي.